اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه؟ النهارده نرجع لكم فيديو كله نشاط وحيويه يا بنات، وصحيان بدري وحاجه ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الجو الفجريه ما شاء الله كده، النهار لسه بيشقشق كده وحاجه ما شاء الله اللهم بارك. حبيت اصور لكم الصبح كده والنهار لسه ايه، كل شيء بوحد رب العالمين كده وبيصحى على خير يا رب. وربنا يجعله صباح سعيد علينا وعليكم، اللهم امين يا رب. طبعا يا جماعه الشغلانه البدريه منسيه. يعني ايه يا دودو؟ يعني الشغل اللي هنعملها الصبح بدري هتنسيها بعد كده، هتلاقي نفسك خلصتي بدري بدري ونشوف ورانا ايه، ويلا ربنا يعيننا ويجعلنا والله ايه، والله المستعان. احنا النهارده عجنت حبه عيش. طبعا البنات نايمين وكله نايم، مفيش في البيت صاحي الا انا. عجنت العيش بتاعي، عملت العيش المصري وعجنته وسبته، قلت على ما العجين يخمر امع شويه الباميه بتوع المحترمين دول زي ما انا معوداك. هتقولي باميه تانية يا دودو؟ انا يا جماعه بحب الباميه او الملوخيه مع العيش المصري، ده ما فيهوش نقاش. انا هنا ما شاء الله تبارك الرحمن العجين بتاعي خمر، قلت يلا بقى نستعد كده ونصلي على الرحمن ونبدا ايه نقطع. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، الطبق مليان وما شاء الله حاجه جميله جدا. ربنا يزيد ويبارك يا رب، اللهم امين يا رب. انا هفرش هنا الرده بتاعتي في الصواني زي ما انتم شايفين، واجهزها عشان اما اقعد اشتغل على طول. طبعا الرده دي لازم تكون تحت العيش عشان تعرفوا انتوا بتلقطي، بيساعدك وما يلزقش معاكي في الصينيه. فيلا يا حلوين يا كتاكيت يا مسكرتين، اللي وصلت معايا لعند هنا حطوا لي اجمل لايك لاختكم بالله عليكم، ما تنسونيش الكومنت الجميل واللايك الحلو، واعملوا مشاركه لغيركم عشان كلنا نستفاد باذن الرحمن. انا جهزت الصواني بتاعتي زي ما انتم شايفين وفرشتها بالرده، وهنا الطبق الابيض ده فيه زيت، وهنسمي الله بقى ونبتدي ايه نحط الزيت ونقطع العيش بتاعنا على الرده، وهيطلع معانا شويه عيش ما شاء الله تبارك الرحمن، تاكلوهم بالف هنا وشفا لكل اللي كل منه، والف هنا وشفا لكل اللي هيجرب على طريقتي. نسمي الله بقى ونبتدي، يلا يلا تعالي تعالي يا حلوين. شايفين ما شاء الله اللهم بارك يا رب، العجينه ماليه الطبق وحاجه ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هنا كانت حتت فاضيه كده من الصينيه، فقلنا ايه ناخد بالنا منها. بسم الله ونسمي الله بقى ونبتدي مع بعض يا بنات. والعجين ما شاء الله زي ما انتم شايفين حاجه 10/10. انا ببقى في الاول محتاره اقطع بايدي اليمين ولا الشمال، فده على حسب ما انت ايه تبقي متعوده وعلى حسب ما انت عايزه. طبعا العجين في الاول بيغلبك، بس بعد كده تلاقي ايدك خدت عليه وما شاء الله اللهم بارك يا رب. شايفين هيطلع معاكي دلوقتي واحده واحده، بس باللي ايدك بالزيت. وفي ناس بتحط على الزيت ميه، وعلى فكره انا جربت الزيت ولقيت ان الزيت بالميه افضل بكتير من الزيت بس لوحده. شايفين يا بنات ما شاء الله، لازم نقعد نعمل في الرغيف كده عشان يتدور معاكي ويطلع معاكي الرغيف ما شاء الله اللهم بارك. طبعا نلم العجينه يا بنات من الطبق ومن حرف الطبق، ما تسيبيش في اي حاجه خالص. عجين الغله من المعجنات الجميله جدا، الخفيفه على المعده، الحلوه اللي يعني اللي في بيته طحين ما شاء الله على رأي المثل، كانت انت تقولي اللي في بيته، اللي مش في بيته دقيق حاله دقيق. فاللهم يعني لك الحمد والشكر يا رب على نعمه الايه، الرزق ونعمه الخير في البيت دي، نعمه بجد والله. ربنا يزيدنا ويبارك يا رب لينا وليكم، اللهم امين يا رب. لان الدقيق بيوسع عليك وبتعملي في بيتك الخير كله، بتخبزي عيش نضيف في بيتك لاولادك، مخبوز على ايدك انت عارفه انت عامله ايه كويس. لكن العيش اللي جاي من بره ده والله العظيم انا جبته من بره في مره لقيت فيه عود قش مرهم، لقيت فيه عود من شكاره كده، فتله من الشكاره، انتوا عارفين الفتل السيسل دي، لقيتها فتله من الشكاره في قلب العيش. فلا لا ايه القرف ده، احنا نعمل حاجه نضيفه في بيتنا. العيش في بيتنا ده ما شاء الله اللهم بارك يا رب. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن جميل جدا، وايدك بتاخد على الحاجه وواحده واحده تبص تلاقي ايدك خدت على الوضع، ويطلع معاكي شويه العيش 10/10. والريح ده سهل جدا يا بنات، واقول لكم على كل تفاصيل، وان شاء الله باذن واحد احد هتتعلموها هتروحوا في بيتكم وهتعملوا بكل سهوله. طبعا انا كان الكلام ده كده يعني حوالي الساعه 6 لسه برضه الصبح، وصحيت بسمله قلت لها قومي يا بوسي معلش عشان تصوريني، انا ما عنديش حامل فمحتاجه حد يصورني. فصحيت بسبوسه متحرمش منها ابدا، يا رب يبارك في عمرك يا بسمله يا بنتي. صحيت بسمله صورتني وكانت واقفه عماله تتاوب. فحطوا لايك بقى حلو عشان خاطر بسمله، عشان خاطر تعب بسمله. احنا بننام متاخرين في الحر ده، وطبعا العيال ما بتعرفش تنام بدري، وقعدوا سهرانين طول الليل، وكمان قطعان الكهرباء اليومين دول مخلي الواحد بيبقى روحه في مناخيره، والله ربنا يعيننا يا رب ويعيننا على حالنا.
احنا واياكم يا رب. هنا ما شاء الله اللهم بارك، انا قطعت العجين بتاعي، وفي رغيف قطعت على الصينيه الصغيره اللي يمكن انتوا شايفينه لوحده كده. وهنا انا بجيب شويه رده بقى بدعك بهم ايدي وادعك بهم الطبق بتاعي زي ما انتوا شايفين يا حلوين. طبعا الحاجات دي انا برميها للطيور. بمسح العجين كده بدل ما تمسحيه في الحوض ولا ينشف معاكي في الطاوه ترجعي تجليه وتمسحيه في الحوض وينزل في الميه، لا حرام يعني، ده دقيق ونعمه ربنا. فانا همسحه كده بشويه الرده واحطه في الايه في علف الطير. الحقيقه انا الحته ديت شفتها في قناه واحده حبيبتي من القنوات اللي انا بحب اسمعها، ولقيتها فعلا فكره كويسه. انا اول مره اعملها المصداقيه بجد، بس عجبتني جدا والله يا بنات، ولقيت ان فعلا ممتازه. وقمنا بقى نجهز وسيبنا العيش بتاعنا، شايفين فرد ازاي على الطبليه ما شاء الله اللهم بارك يا رب. شايفين يا بنات بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وهنروح بقى على المطرحه الصغيره، وباركولي يا بنات جبت مطرحه كبيره. انا رحت عند ماما لقيت عندها مطارح، جبت منها المطرحه الكبيره دي، انا بتاعت الصغيره اللي في ايدي، اما الكبيره اللي على الارض دي بتاعت ماما. انا رحت عندها قلت لها يا ماما انتوا ما عدتوش بتخبزوا وبتعملي، هاتيها لي بقى. يعني امي الحمد لله ربنا يديها الصحه ويعافيها يا رب ويخليها لنا، كبرت بقى في السن وما عادش معاها حد غير هي وبابا بس، فمش بيخبزوا ولا بيعملوا حاجه زي زمان ما كنا زمان في البيت، كانت بتعمل كل حاجه. فهنا انا بنقل من المطرحه الصغيره على المطرحه الكبيره، وما شاء الله بيطلع معاكي 10 على 10، بتوسعي براحتك وبيطلع معاكي رغيف. شايفين ما شاء الله اللهم بارك يا رب. شايفين الشوحه بتشوحي بكل سهوله يا بنات، وشايفين الجمال بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بيطلع معاكي الرغيف 10 على 10. طبعا الفرده ده على رجليها عشان نلم عليها الرده بدل ما نبهدل الدنيا، وبرده مقوم والله بلاقي الرده ماليه كل حته، فده امر طبيعي مفيش مشكله خالص مش تقلقي. وشايفين اللقطان بتلقطي بكل سهوله. والرح زي ما انت شايفه يا قلبي بتمسكي بايدك اليمين ايد المطرحه، والايد الشمال هي اللي بتتحرك وبتحدف معاك الرغيف على المطرحه. وهننقل بقى على المطرحه الكبيره التانية زي ما انتوا شايفين، برش رشه الرده الصغيره كده، وبنقل ايه الرغيف على المطرحه التانية. ليه يا دوب بتنقليه على المطرحه التانية؟ اولا عشان ما يلزقش منك على المطرحه اللي انت عامله عليها اول مره، ثانيا عشان اللهم صل على النبي ايه ما يعملش تعرفي توسعي براحتك، المطرحه التانية بتكون اوسع فبتعرفي توسعي براحتك. والنار طبعا لازم تكون عاليه عشان الرغيف يستوي معاكي بسرعه، ما يسكعش منك في الفرن يطلع محمص، لا احنا عايزينه يطلع طري ومحمر وجميل. فسر طراوه العيش ان تكون النار بتاعه الفرن عاليه. اليوم ده والله كان درجة الحرارة عالية جدا، وبحمد ربنا ان انا اشتغلت الصبح بدري، لان لو كنت قعدت اكتر من كده كان هيطلع عينيا في الحر، ما كنتش هقدر اقعد قدام الفرن. اللهم اجرنا من نار وعذابها يا رب، وكفينا شر النار يا رب، اللهم امين يا رب احنا واياكم، وهون علينا حر الدنيا يا رب، اللهم امين يا رب. اللهم اجرنا من نار وعذابها يا ارحم الراحمين. هنا بظبط النار بتاعتي طبعا من فوق ومن تحت، وشايفه النار من فوق عاليه جدا وما شاء الله اللهم بارك. اوب رحت فين يا معلم؟ تعالى. شايفين الرغيف ما شاء الله جميل وخفيف وحلو. بس ما تقولي الرغيف ده ني يا ماما من هنا، قلت خلاص مفيش مشكله نرجعه تاني يا بوسي، انا مستعجله يا جماعه عايزه اخلص الجو حر، قاعده قدام الفرن ربنا وحده اللي يعلم بحالي. ادعوا لي ادعوا لي والنبي يا بنات ربنا يهون علينا جميعا. شايفين ان احنا سوينا رغيف تاني يا بوس ما تزعليش. والرغيف اللي في الفرن ما شاء الله اللهم بارك اب على حيله، وقام ما شاء الله اللهم بارك يا رب، ربنا يزيد ويبارك يا رب ويحسن ما بين ايدينا جميعا احنا واياكم يا رب. الليله دي كلها ما خدتش معايا ساعه الا ربع بالظبط، ساعه الا ربع انا كنت مخلصه، وما شاء الله عامله احلى شويه عيش وصحيت العيال، وعملنا بقى فطار جميل، عملنا شويه فول كده بالدقه، وعملنا بيض وجبنه وبتنجان، وقعدنا فطرنا فطار مصري جميل ما شاء الله اللهم بارك، وكان احلى يوم. وعلى الساعه 10 كنا طبخنا وخلصنا عملنا كل حاجه، وكنا عاملين كمان الباميه كانت جميله، وخدنا بعض، وبعد كده دخلت نمت لعندي بعد الظهر. فانت خلص الشغل اللي وراكي وتلاقي معاكي اليوم والله في بركه يا بنتي. اليوم ده كان فيه بركه، انا نمت كويس جدا بعد الظهر، وقمت لقيت لسه العصر ما قدنش، واللهم صل على النبي قعدنا جامد. يعني اليوم ما شاء الله عكس ما تقومي بعد الظهر، بعد الظهر ده بياخد منك اليوم كله، ما بتلحقيش تعملي فيه حاجه. لكن اليوم ده اللهم بارك يا رب كان فيه بركه، وخلصنا بدري بدري، والعيال كده بدأوا يصحوا وقعدوا جنب بتعملي ايه يا ماما، وكل واحد ياخد له لقمة عيش بقى، وما شاء الله بألف هنا وشفا ليهم يا رب، حبايب قلب امهم ربنا يسعدهم ويبارك لي فيهم ويحفظهم رب العالمين يا رب. هنا هنونا القمر، نونا دي اصغر اخواتها،
في البنات ما شاء الله عليك يا نونو، ربنا يسعدك يا بنتي انت واخواتك يا رب يفرحوا لكم. شايفين يا بنات العيش ما شاء الله اللهم بارك يا رب، ما شاء الله جميل جدا جدا جدا. وما خدش معايا وقت جدا يا بنات، والله ما خد معايا وقت خالص. واي حد عايز يسال عن اي حاجه يا بنات يسالنا، وانا باذن الله هرد عليكم في الكومنتات باذن الرحمن. واتمنى بالله عليكم حبايب قلبي اللي وصلت معايا لعند هنا تحطوا لي لايك من اختكم لاختكم، بالله عليكم كومنت جميل زيكم. ربنا يسعدكم ويبارك فيكم ويحفظكم رب العالمين يا رب، ويجعلكم دايما نعمه في حياتي. هنفرد بقى على المطرحه التانية عشان مش يلزق معاكم، وعشان نوسع براحتنا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك يا رب، حاجة 10/10. والعيش من جوه عمال يقب ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا ده بيرجع لدرجة حرارة الفرن يا بنات، حرارة الفرن عالية بيقب معاك بكل سهولة. اللي وصلت معايا اللي عندي هنا حطولي كومنت جميل يا احلى اخوات في الدنيا. وما تنسوش اللايك بالله عليكم، اللايك امانه، وشيروا الفيديو عشان يوصل لكل اخواتكم والكل يستفيد باذن الله. واحنا كده في اخر صينيه ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم زد وبارك يا رب واطرح فيه البركه يا ارحم الراحمين. وشايفين ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. خلصنا وانا خلصت، انا خلصت وخلصت. شايفين ما شاء الله العيش خفيف جدا وجميل وقابب وحلو. شايفين ما شاء الله اللهم زد وبارك يا رب، الف هنا وشفا لكل اللي كل منه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، حاجه 10/10. تسلم ايدك